هاي كيلو صدورة غسلتهم بالخل والطحين. هلا رح اقطعهم زي التشيكن فينجرز، انتي قطعيهم زي ما بدك. خلص التقطيع وارجع لكم ان شاء الله. المكون الرهيب اللي رح استعمله هو الشوفان. بدك تجيبي كوباية شوفان وتطحنيها ناعم. طيب هي انا هون طحنا الشوفان مع طحين ابيض. هلا بقول لك قديش رح ناخذ المقادير. اول اشي رح نستعمل بيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل كيلو بيضة وغطيتين خل. نحط قطرات ليمون. هي هون معلقتين لبن زبادي كبار. ممكن نحط الكوز كله بس بدنا نشوف. هلا بنقرر. صغيرة مسوحة فلفل اسمر، معلقة صغيرة بودرة بصل، معلقة صغيرة بودرة ثوم مليانة، ربع معلقة صغيرة زنجبيل. هي هون معلقة صغيرة مليانة بابريكا. هي بهارات دجاج مطحونة أو مشهيات طعام حسب اللي عندكم. طبعا هاي مشهيات الطعام بيكون معها أورجانو، هي بتعطي طعم زاكي. هي بودرة ماجي معلقة كبيرة مليانة أو معلقة صغيرة مليانة، أنت بتقدري تستغني عنها. إنه هون معلقة كبيرة حليب بودرة. هي هون بيجوا معلقتين صغار. أعطيها طعم زاكي غير شكل. كتير مرح تقريبا. هي معلقة صغيرة ممسوحة هيك. بندوق نحرك. هلا راح احط باقي لبن الزبادي، يعني كوز لبن الزبادي راح احطه كله. مو بالشوفان، انت بتطحنيها. انا هيني طحناها هلا راح استعمل منها معلقتين كبار. هاي معلقتين كبار ومعاهم معلقه طحين كبيره. راح احط معلقه نشا زي هيك صغيره مليانه. نحرك كل المحتويات مع بعض. هيطلع لنا خليط زي العجينه. الخلطة ما شاء الله كتير طعمها طيب. هلا بدنا نحط اصابع الدجاج كلهم بقلبهم هون، وبعدين نلفهم ونحطهم بقلب الثلاجة لمدة ساعة ساعتين، وبتقدري تشتغلي فيهم على طول. بس يعني افضل انك انت تخليهم جوات الثلاجة شوي ياخذوا الطعم. شفتي؟ بسم الله. ممكن تعمليها من الليل للصبح او من الصبح للظهر. اهم اشي انه العجينة ما تكون مرقة. شوف الاصبع كيف لازق فيه العجينة، شوفوا مش مرق ابدا. هي هون كوبايه بقسماط حطيت عليهم معلقتين سمسم. رح احط عليهم معلقه طحين. هي هذا هون له اكثر من ساعتين بالثلاجه. بسم الله. نحرك هدول هيك. هاتي شوكه ماما. هلا بدنا ناخذ قطعه قطعه. لازم نعبيها من جميع الجهات. نضغط عليها هيك، بعدين نقيمها ونتكها. هاي الطريقة كتير زاكية وطيبة وفخمة. خلصهم كلهم ونرجع لكم. هاي هون انا خليته بالثلاجة ساعتين يمسك حاله منيح، وهلا رح اقليه. حطيت زيت الذرة اللي انا حطيته بدي اخليه يوصل لدرجة حرارة متوسطة علشان ما ينحرق. بعدين بقلي. بدي اختبره بوحدة. بدنا نقلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما اوصف لكم الطعم فظيع بصراحة. حتعيدوها مرة ومرتين و10. بتبيضوا وجهكم قدام ضيوفكم. واي وصفة حابين تعرفوا طريقتها اطلبوها من ست الكل. ما تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وبتلاقوا كمان في قناتنا فيديوهات لطبخات وحلويات بتشهي. مروا عليها وحطوا لنا لايك واعطونا رأيكم بالتعليقات. وصحتين والف عافية. سلام.